الترجمه اليسوعيه عامله مقدمه للعهد الجديد من صفحه 12 ل 13، طبعا في قبلها وبعدها، بس انا هقتبس اجزاء بسيطه وممكن ترجعوا الفيديو هيبقى قدامكم الصفحه كامله اقراوها لو عايزين. فبيقول ان نسخ العهد الجديد التي وصلت الينا ليست كلها واحده، بل يمكن للمرء او يمكن المرء ان يرى فيها فوارق مختلفه الاهميه، ولكن عددها كثيره جدا على كل حال. هناك طائفه من الفوارق لا تتناول سوى بعض قواعد الصرف والنحو او الالفاظ او الترتيب الكلام وغيره يعني، ولكن هناك فوارق اخرى بين المخطوطات تتناول معنى فقرات برمتها، واكتشاف مصدر هذه الفوارق ليست بالامر العسير، فان نص العهد الجديد قد نسخ ثم نسخ طوال قرون كثيره بيد نساخ صلاحهم للعمل متفاوت. صباح الفل، صلاحهم للعمل متفاوت يا حضره القمص، وما من واحد منهم معصوم من مختلف الاخطاء التي تحول دون ان تتصف اي نسخه كانت، مهما بذل فيها من الجهد بالموافقه التامه للمثال الذي اخذت عنه. يعني مستحيل يعرف يطلع نسخه مطابقه طبق للاصل للنسخه اللي متاخده منها. يضاف الى ذلك ان بعض النساخ حاولوا احيانا عن حسن نيه ان يصوبوا ما جاء في مثالهم، النسخ اللي هم خدوا منها، وبدا لهم انه يحتوي اخطاء واضحه او قله دقه في التعبير اللاهوتي، فكانوا بيغيروها. نهار ابيض على الكلام ده يا جدعان. وهكذا ادخلوا الى النص قراءات جديده تكاد ان تكون كلها خطا. بيجي يقول لك الكتاب كانوا امناء في النسخ. نسخ ايه وامناء ايه بس حضرتك يعني. ثم يمكن ان يضاف الى ذلك كله ان الاستعمال لكثير من الفقرات من العهد الجديد في اثناء اقامه شعائر العباده ادى احيانا كثيره الى ادخال زخارف غايتها تجميل الطقس او الى التوفيق بين نصوص مختلفه ساعدت عليه التلاوه بصوت عالي. بعد كده بقى بيقول جمله انا اتمنى كل واحد مسيحي لما يجي يحط راسه على المخده تفضل ترن الجمله دي في ودنه: ومن الواضح ان ما ادخله النساخ من التبديل على مر القرون تراكم بعضه على بعضه الاخر، فكان النص الذي وصل اخر الامر الى عهد الطباعه مثقلا بمختلف الوان التبديل ظهرت في عدد كبير من القراءات. والمثال الاعلى الذي يهدف اليه علم نقد النصوص هو ان يمحص هذه الوثائق المختلفه لكي يقيم نصا يكون اقرب ما يمكن من الاصل الاول، ولا يرجى في حال من الاحوال الوصول الى الاصل نفسه.